كان في اكتر من حد جه بعت لنا وسالنا هل ينفع ان انا ادوس فرامل من غير دبرياج، والرد الطبيعي كان بيكون لا. انا معاكم احمد عبد المحسن، والنهارده جينا عشان نعرف اجابه السؤال دوت هتبقى لا ولا اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من تاني ومعاكم أحمد عبد المحسن. في الفيديو دوت في ناس كتير بعتت لنا وسألتنا هل ينفع إن أنا أدوس فرامل من غير دبرياج، ولا لازم عشان أدوس الفرامل أكون دايس قبلها دبرياج؟ وناس كتير لما كانت بتجيلنا وتتعلم كان السؤال دوت دايما بيبقى ملازمهم، هل إن أنا أدوس فرامل من غير دبرياج ولا لازم أدوس دبرياج الأول؟ يجي واحد تاني ويقول لي طب يا أبو حميد أنا النهارده وأنا راكب مع سواق لقيت السواق عمل حاجة غريبة قوي. عمل إيه يا سيدي؟ يقول لي داس على الفرامل من غير ما يدوس على الدبرياج. إزاي ده؟ أنت مش كنت قايل لي ان ما ينفعش ادوس فرامل خالص من غير ما ادوس دبرياج؟ خلاص يا عم انا هشرح لك الموضوع دوت بالظبط، وفي اخر الفيديو انت اللي تحكم وتشوف هل ينفع ان انا ادوس فرامل من غير دبرياج ولا لازم ادوس دبرياج قبل. في الفيديو دوت احنا هنعرف كل حاجه عن الموضوع دوت ونشوف هل ينفع ولا ما ينفعش، فخليكم معانا. خلينا في البدايه نكون عارفين ان الدبرياج له وظيفتين مهمين جدا، وده كنا عرفناه في الفيديو بتاع الدبرياج اللي كنا نزلناه قبل كده. الدبرياج له وظيفتين، ان هو بيوصل الحركه وبيفصل الحركه. فانا دلوقتي لو عايز امشي بالعربيه فانا طبعا بدوس دبرياج وبجيب الغيار اللي هيمشيني وببتدي ان انا اسيب دبرياج، فالعربيه بتمشي عادي خالص كده بالظبط. انا مدي العربيه اوردر ان هي تمشي وتفضل ماشيه ومش هتقف خالص. طب لو انا عايز اجي ادوس على الفرامل او اوقف العربيه، انا هنا لو جيت دوست على الفرامل فانا دلوقتي بقول للعربيه اقفي، فالعربيه هنا تقول لي انا ازاي عايزني اقف؟ انت مش مديني اوردر قبل كده وبتقول لي ان انا افضل ماشيه، فانا هفضل ماشيه. ما ينفعش تيجي تقول لي دلوقتي ان انا اقف، لان انا ما بعرفش اعمل حاجتين في نفس الوقت، يا اما تقول لي اقف يا اما تقول لي امشي. فعشان كده انا لو عايز اوقف العربيه فانا في البدايه بدوس على الدبرياج عشان افصل الحركه بتاعه العربيه الاول، وبعد كده ادوس على الفرامل واقول للعربيه اقف. الموضوع بالظبط عامل زي العجله بتاعتنا اللي بتبقى في البيت عندنا. انا دلوقتي لو عايز امشي بالعجله فانا ببدل بالبدال والعجله بتمشي ومفيش مشكله في الحته ديت خالص. طيب لو عايز اوقف العجله هل ينفع افضل ابدل بالبدال واديها اوردر ان هي تفضل ماشيه واجي امسك الفرامل بتاعتنا؟ اكيد طبعا ما ينفعش. عشان كده انا لو عايز اوقف العجله فانا لازم في البدايه اسيب البدال بتاعي وبعد كده امسك الفرامل، فانا بفصل الحركه وبعد كده بوقف العجله او بوقف العربيه هنا عن طريق الدبرياج والفرامل. يبقى انا لو عايز اوقف العربيه لازم الاول ادوس دبرياج على الاخر افصل الحركه بتاعه العربيه، وبعد كده في اللحظه ديت ادوس على الفرامل فلاقي ان العربيه وقفت ومفيش مشكله عندنا خالص. امال ازاي السواق اللي كنت راكب معاه داس فرامل من غير دبرياج؟ اقول لك يا سيدي، احنا طبعا في البدايه عارفين ان كل غيار ليه سرعه معينه. طب وايه اللي دخل الغيارات في الفرامل دلوقتي؟ هقول لك انا، ما انت لو تصبر عليا انا هقول لك كل حاجه. احنا دلوقتي عارفين ان كل غيار بيبقى ليه سرعه معينه، فانا مثلا الاولاني بياخدني من 0 ل 20، وده كنا عرفناه برده في الفيديو بتاع الغيارات اللي كنا عملناه قبل كده، انت لو متابع كنت عرفت. فانا دلوقتي مثلا لو ماشي على الاولاني فالاولاني بياخدني من 0 ل 20، والثاني من 20 ل 40، والثالث من 40 و60 وهكذا. فانا دلوقتي لو ماشي على الثالث وجيت جايب ال60 وبجري عليها وجيت دوست على الفرامل شويه نزلت السرعه ل50، هل هيحصل مشكله؟ لا مش هيحصل مشكله. طب لو نزلت ال40 كل ده من غير دبرياج هيحصل مشكله؟ برده مش هيحصل مشكله. ليه مش هيحصل مشكله؟ عشان خاطر انا في نفس الغيار برده اللي انا ماشي عليه. يعني انا دلوقتي كل السرعه ديت موجوده في سرعه الثالث، ففي اللحظه ديت مفيش مشكله ان انا اصلا ما ادوسش دبرياج عادي خالص. فطول ما انا ماشي على نفس سرعه الغيار اللي انا ماشي عليه ما يحصلش مشكله. امال امتى بقى تحصل المشكله؟ المشكله تحصل ان انا بقى لو نزلت عن سرعه الغيار اللي انا ماشي عليه. يعني انا على الثالث زي ما اتفقنا ان اقل سرعه ليه 40. طيب انا بقى لو نزلت هنا لسرعه ال30، سرعه ال30 دي بقت بتاعه الغيار الثاني، فالعربيه دلوقتي تعرف ان انت عايز تمشي على الثاني وانت مش دايس دبرياج عشان تفصل الحركه وجايب لها سرعه الثالث، ففي اللحظه ديت ممكن يا الموتور بتاع العربيه يبطل ويفصل او يحصل مشكله في العربيه في اللحظه ديت عشان خاطر انت مش دايس على الدبرياج. يبقى احنا دلوقتي متفقين ان طول ما انا ماشي على سرعه الغيار اللي انا ماشي عليه ففي اللحظه ديت مفيش مشكله. المشكله تبقى لو انا نزلت عن سرعه الغيار اللي انا ماشي عليه، قللت عنها بالظبط. فعشان كده احنا ما بننصحش ان انت تدوس فرامل من غير دبرياج الا على السرعات العاليه. يعني ايه على السرعات العاليه؟ يعني انا ماشي على الخامس وبجري بسرعه جامده ماشي 160 وليكن، وقللت السرعه نزلت 140 من غير دبرياج، مفيش مشكله. نفس سرعه الخامس قللتها 120 قللتها 100 قللتها 80، كل السرعه ديت بتاعت الخامس في اللحظه ديت. ففي اللحظه ديت مش هيحصل مشكله او مش هيحصل ضرر في العربيه او مش هيأثر على العربيه في حاجه. يأثر عليها لو انا نزلت اقل من ال80 اللي هي بقت سرعه
الرابع. عشان كده السواق اللي انت بقى كنت راكب معاه هو بيسايق العربيه بتاعته دي بقالها سنين كتير، فعارف بالظبط ان هو لما هيهدي قد ايه وهيهدي فين، فالعربيه مش هترجع لسرعه الغيار اللي هو ماشي عليه. يعني هو لو ماشي على التاني مثلا فهو كان ماشي على ال 40 لقى مطب قدامه، فده السنة فرامل نزل ل 30 نزل ل 20، فهي كده كده بتاع التاني اللي هو ماشي عليه، ففي اللحظه ديت مفيش مشكله، فهو عادي ماشي على الغيار اللي هو ماشي عليه ومش هيحصل مشكله في اللحظه ديت. يعني انا دلوقتي لازم ادوس دبرياج مع الفرامل ولا ادوس فرامل بس من غير دبرياج؟ اقول لك انا يا سيدي، السؤال دوت بتبقى اجابته عندك انت. يعني انت لو شايف نفسك متمكن لدرجه ان انت لما هتدوس فرامل مش هتقل عن سرعه الغيار اللي انت ماشي عليه، ففي اللحظه ديت ينفع تدوس فرامل من غير دبرياج. لكن لو شايف ان انت مش هتقدر تحسب الموضوع دوت بالظبط، فانت كده لازم تدوس دبرياج مع الفرامل، عشان لو ما دوستش الدبرياج مع الفرامل هيحصل مشكله في العربيه زي ما كنا قلنا من شويه، وممكن العربيه تبطل وتفصل منك في نص الشارع. طبعا انت ممكن في البدايه تروح في حته فاضيه وتقعد تجرب، مره تدوس دبرياج وفرامل ومره تدوس فرامل من غير دبرياج وتشوفها هتظبط معاك ولا مش هتظبط معاك، لكن ما تطلعش في حته زحمه في البدايه وتجرب بالشكل دوت. احنا كده يبقى قلنا كل حاجه في الموضوع ده. طبعا لو في حاجه مش فاهمينها ممكن تبعتوا لنا وتسالونا، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه. السلام عليكم.